ترى من جانب لاعبي برشلونه في وسط الملعب. تشافي يلعب كره في العمق الى ليونيل ميسي لكن عليه رقابه مزدوجه هنا في هذه اللقطه. ترجع مره ثانيه، الرقابه كانت من جانب اللاعب رافا. هذه امامنا اللاعب يلعبها حلو قوي داني ألفيش الى فيا مرار، واول هدف في اللقاء. هي مساله وقت، والوقت حان والوقت جاء، وبالفعل بيسجل هنا امامنا الارجنتيني المبدع دائما بعد سلسله من التمريرات. يعني اللي بقول لحضراتكم فريق وكان خسر امام إيريكلس وكان تعادل امام مايوركا في اللقاءات الخمسه اللي لعبها هذا الموسم. خساره وحيده كانت في الموسم الماضي في الليغا الاسبانيه كانت امام اتلتيكو مدريد. هنا امامنا استلام على طول فريق ختافي ايضا صعب في ملعبه. فيا هل يبحث بقى في هذه اللحظات في الزاويه الصعبه فيا امامنا. الوقت يمضي ولكن المتعه مستمره، ونتمنى الوقت يتوقف حتى تستمر المتعه ويستمر في اللاعب رقم 11. اولى تبديلات ميتشيل في هذه المباراه، دفع باللاعب باريخو مكان اللاعب كاسكا. شوط ثاني مغاير تماما للشوط الاول. هنا امامنا الخطا الدفاعي وكودينا وفرصه يسجل بيدرو رودريجيز. ادي امامنا ميسي هو اللي ضغط وهو اللي صنع، وبيدرو رودريجيز لا يتوانى ابدا في احراز هدفه الاول هذا الموسم في الليغا بعد 12 هدف في الموسم الماضي. اذا بيدرو يسجل في هذه اللحظه وقت اللي اتحسن فيه الاداء برشلونه، لكن بتضيع الكره من نيستا. البين يعمل هجمه سريعه الى الفنزويلي الذي لم يظهر كثيرا ميكو، ولكن ميكو مع بيوجول يعدي حلو قوي ميكو لكن يطلع. وهل هناك مسك من جانب اللاعب وانذار للاعب بوجول؟ امامنا هنشوف بقى انذار للاعب بيكيه. انذار، هنشوف الانذار لمين؟ انذار لبيكيه. كاب نو في لقاء الدور الثاني في العام الماضي. ادي امامنا الكوره، شوف ميكو امامنا. ادي ميكو يعدي من اللاعب بوجول، وهنا محاوله لمس الكره باليد من جانب اللاعب بيكيه. هل لمست ايده وبالتالي يستحق عليها الخروج؟ ادي لمسه يد متعمده من جانب اللاعب بيكيه. مهاجم القادم من ساراغوسا، ويلعب فريق نادي برشلونه بعد يعني ما تلقى بيكيه الإيداعي في الشوط الاول 42، لكن الانذار ده كان لمسه يد واضحه. ركله جزاء وبالفعل يسجل مانو دي لا مورال، يسجل كما سجل من قبل في مرمى فريق نادي برشلونه في لقاء كان انتهى بالتعادل 1-1 في ملعب كاب نو في 2008 2009، وكان سجل ايضا 2007 2008